أحب أقولك الأول أهلا بيكي. يمكن يكون يومك كان صعب أو يمكن بقالك فترة بتحاولي تبتدي ومش عارفة. يمكن كل يوم تقولي بكرة هتغير، بكرة هبدأ، لكن بكرة بيجي وتلاقي نفسك في نفس المكان. ولو ده اللي حاسة بيه فانتي مش لوحدك. في فترات كتيرة في حياتنا بنحس إننا فقدنا الشغف، حتى الحاجات اللي كنا بنحبها ما بقيناش قادرين نعملها، نقعد بالساعات نمسك الموبايل واحنا من جوانا مش مستمتعين، لكن في نفس الوقت مش قادرين نقوم نعمل أي حاجة تانية. بس قبل أي حاجة الشعور ده طبيعي جدا، وأول حاجة بنعملها إننا نلوم نفسنا. بتقولي أنا بقيت كسولة، أنا مش هنجح، أنا ضيعت وقت كتير. بس يمكن المشكلة مش إنك كسولة، يمكن انتي تعبانة ومحتاجة راحة. يمكن فضلتي فترة طويلة بتضغطي على نفسك لدرجة انك نسيتي يعني ايه تعيشي بهدوء. احنا بقينا في زمن بيخلينا نحس ان لازم كل يوم نكون منتجين، ولازم نحقق انجاز جديد، ولازم نبقى احسن من امبارح. ولما ده ما يحصلش بنحس اننا فشلنا. بس الحقيقة ان الانسان مش آلة، طبيعي يكون عندك ايام حلوة وايام تحسي فيها انك مش قادرة تعملي اي حاجة. الشعور ده طبيعي جدا وبيجي لكل الناس حرفيا. ده مش معناه انك شخص فاشل ولا معناه ان احلامك انتهت. يمكن كل اللي محتاجاه النهاردة انك تاخدي نفس وتبطلي تحاربي نفسك شوية. ابدأي بحاجة صغيرة، اقرأي صفحتين من كتاب ركناه بقالك مدة، اشربي كوباية مية، المية بجد مفيدة جدا، صلي ركعتين. في الوقت ده هتكون حاجة جميلة قوي ان احنا نصلي. سورة الشرح ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الصلاة يا جماعة من أحلى الحاجات، من أحلى الحاجات اللي ممكن تعمليها لما تكوني فاقدة شغفك. ممكن كمان نقرأ قرآن، نسمع حاجة تقربنا من ربنا، نرتب أوضتنا اللي مكركبة بقالها فترة ومش عارفين نعمل ايه فيها. ممكن كمان نكتب، مش شرط نكتب كتير، سطرين كفاية. الجورنال بجد من أكتر الحاجات اللي هتغير حياتك. ما تبصيش على الحاجات دي على إنها صغيرة، انت دلوقتي فاقدة شغفك، وفي الآخر مش مطلوب منك غير إنك تستعيدي بكل هدوء وراحة وطمأنينة. فالجورنال بجد من أحلى الحاجات اللي ممكن نطلع في مشاعرنا جواها، نقول إن احنا فاقدين الشغف ونكتب ده عشان نشوفه قدامنا ونشوف الحل اللي نقدر نعمله. ممكن كل يوم نختار ان انا هكتب سطرين الحاجات اللي ممتنة ليها النهاردة، تاني يوم الحاجة اللي ضايقتني مثلا، على حسب يومك كان عامل ازاي وحابة تكتبي عن ايه. يمكن الخطوات دي تبان بسيطة لكن احيانا بتكون بداية الرجوع لنفسك، صدقيني. وما تستنيش الشغف علشان تبدأي، ابدأي والشغف ممكن يجي مع الطريق. وفي حاجة كمان حابة اقولها، لو حاسة ان كل اللي حواليكي سابقينك وانك متأخرة، افتكري ان احنا بنشوف من حياة الناس الجزء اللي هم اختاروا يوريه لنا، لكن كل واحد فينا عنده مهارته الخاصة. فبلاش تقارني الفصل الأول من قصتك بالفصل العاشر من قصة حد تاني. وفي النهاية لو كل اللي قدرتي تعمليه النهاردة هو إنك قمتي من السرير وصليتي وحاولتي، فده في حد ذاته خطوة تستحق التقدير. خليكي رحيمة بنفسك، سامحيها على الأيام اللي وقفت فيها وشجعيها على الخطوة الجاية بدل ما تعاقبيها على الخطوة اللي فاتت. أتمنى لما الحلقة دي تخلص تقفلي الموبايل 10 دقايق بس، خدي نفس، بصي للسما، اقعدي مع نفسك، وادعي ربنا انه يشرح لك صدرك ويرد القلب بالطمأنينة. لو كلامي وصلك اكتبي في الكومنتس، هبدأ من جديد حتى لو خطوة صغيرة. وما تنسيش لو عجبك الفيديو، لو عجبتك السلسلة ان انا اكمل فيها،
إنِّك تدعميني وتقولي لي إيه رأيِك فيها. ربنا يرزقنا جميعًا السكينة ويعيننا على إننا نبقى النسخة الأفضل اللي بنتمناها من نفسنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تقولوا لي، وأتمنى إن أنا أشوفكم مرة تانية. وبس، مع السلامة.